بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير وأسعد الله مساءكم بكل خير. أبدأ حديث اليوم على الهواء إبلاغ الرأي العام والمسؤولين وكل من يهمه الأمر في هذه البلاد عن أخطر شبكة اخترقت الأمن القومي المصري، وقد حققت في رأيي أكبر اختراق للأمن القومي المصري في تاريخه. أتحدث جادا ولست هازلا، مع أن الناس هذه الأيام تهزل كثيرا في موضوع الجاسوس الإسرائيلي الذي تم القبض عليه. الناس تهزل في موضوع القبض على الجاسوس. أنا رأيي أن دي مسألة تستحق الدراسة، وإذا كان هناك وبالتأكيد هناك مخلصون كثيرون في الأجهزة المسؤولة لابد أن يسألوا لماذا تهزل الناس أو الكثير من الناس في موضوع الجاسوس الإسرائيلي الذي تم القبض عليه. هل لأنه جاسوس فريد من نوعه؟ في حد معلوماتي هو الجاسوس الوحيد الذي يضع صوره على الفيسبوك وهو بملابس الجيش الإسرائيلي. عموما لا يمكن للإنسان إذا كان وطنيا مخلصا إلا أن يعلن عن سعادته بتدهور القدرات الاستخباراتية لجهاز الموساد الإسرائيلي إلى هذا الحد. هذا أمر يدعو إلى الفخر، ونتمنى أن تنتهي التحقيقات سريعا وتعلن لنا عن النتائج المذهلة التي توصل إليها هذا الجاسوس الذي تم تصويره وهو يزور قسم الأزبكية الجمعة اللي فاتت اللي قبليها. ونفسنا نعرف هل كان الجاسوس ده هو اللي حرض البلطجية ودفع لهم فلوس عشان يضربوا أزايز مولوتوف وحجارة على الناشطين السياسيين في حضور الشرطة، بل وعلى ضباط الجيش أنفسهم، كما كشفنا يوم الجمعة اللي فاتت بشهادة لم يتم التحقيق فيها، ولا أظن أنه سيتم التحقيق فيها كأشياء كثيرة من التي يتحدث عنها الإعلام في استمرار لنهج دعه يقول دعه يمر، خليه يخبط دماغه في الحيط. من ساعة إعلام موضوع الجاسوس الإسرائيلي واشتغلت مكنة جهاز أمن الدولة المنحل أو ما تبقى من عناصره أو ما تم استبعاده من عناصره، ومكنة اللجنة الإلكترونية للحزب الوطني المنحل، وائتلاف المرجفون في الأرض، وتحالف قوى العبودية المباركية، كل دول اشتغلوا على موضوع الجاسوس الإسرائيلي لاستثماره لضرب الثورة، لدرجة أن واحد من الذين كانوا يعقرون المعارضين لحساب مبارك وابنه كتب على حسابه في التويتر أنه دعا إلى مراجعة ما حدث في التحرير في ضوء القبض على الجاسوس. زي ما قلت لكم ربما تنتهي المسخرة أسرع مما توقع، وإنه بقى دلوقتي بعد 4 شهور من الثورة بقى اسمها ما حدث في التحرير، ومش بعيد يبقى اسمها رسمي بعد كده أنه ما حدث في التحرير. وشفنا لواءات جيش سابقين يستمرؤون أن يقولوا في مداخلاتهم فكرة أحداث التحرير والأحداث والأزمة، وتقليلا وتدريجيا تختفي كلمة الثورة. واشتغلت بقى نغمة شفتوا أدينا قلنا لكم أدي ثورة جواسيس، الثورة كلها جواسيس، التحرير كان متعبي إسرائيليين، وخدوا بالكم من أسبوع كان في جاسوس إيراني، فدي الثورة الوحيدة اللي تحالف فيها الإيرانيين مع الإسرائيليين، واحتمال نقبض على جاسوس من كوريا الشمالية قريب عشان نبقى محور الشر كله تحت. ومش بعيد نلاقي حد بعد بكرة يطالب بتكريم بطل الأمن المصري تامر بتاع غمرة، باعتباره أول واحد لفت انتباه الرأي العام إلى أن في جواسيس في ميدان التحرير. أنا شخصيا بقى جدا لا هزل فيه، بدعو كل المحامين الثائرين وما أكثرهم من أصحاب النوايا الوطنية إلى رفع قضايا فورية على أي موقع أو أي قناة تسمح بنشر تعليقات تتطاول على الثورة وتتهمها بالعمالة لإسرائيل، لأن ده هيبقى تطاول على الجيش المصري الذي لا يمكن أن ينحاز لثورة حرض عليها إسرائيليين طبقا لبيان النيابة العامة الذي صيغ صياغة ملتبسة وطرح مجموعة من الأسئلة. طبعا خلونا نبقى متفقين، هل إسرائيل بتتجسس على مصر؟ طبعا، وأنا من أنصار نظرية مؤامرة، وكتبت في ذلك كثيرا، ومؤمن إيمانا قاطعا بأن إسرائيل دولة تفكر بشكل علمي، ودولة بتنفق المليارات على أجهزة الاستخبارات. هل الثورة تمت بتخطيط إسرائيلي؟
اعتقد ان اي حد بيقرا يعني بيفك الخط طشاش وبيقرا انجليزي او اي مصدر او يقرا المترجمات عن الصحافه العبريه يدرك ان اكبر ضربه موجعه تلقتها الدوله العبريه الفتره اللي فاتت كانت الثوره المصريه، بدليل ان الرئيس المخلوع، واذا كان في ناس بتعصبهم حكايه المخلوع فهو المخلوع 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 المخلوع، على راي الافيه اللي كتبته يوما في فيلم الباشا تلميذ، بتعصبك يا مخلوع، طب مخلوع يا مخلوع يا مخلوع. تمام. هذا رئيس المخلوع آخر مكالمة قضاها معلنة كانت مع بنيامين بن اليعازر بيشكو له من الشعب المصري، وهناك لأنه دولة ديمقراطية عدوة ولكنها ديمقراطية، فهذه الأشياء لا تختبئ وما بتستخباش وبتتقال. طيب، هذا الرجل الذي كان صديقا للإسرائيليين، دي بقى القضية اللي احنا عايزين نتكلم فيها إذا كنتم حريصين على اختراق الأمن القومي المصري وزعلانين عليه. دي القضية اللي أنا ببلغ عنها. هذا الرجل طبقا لما نشرته روزا اليوسف كان صديقه المقرب، صحيفة روزا اليوسف، كان صديقه المقرب حسين سالم حاصلا على وثيقة سفر إسرائيلية. كيف سمح الأمن القومي المصري وكيف سمحت كل الجهات الأمنية في البلد أن يمر هذا الموضوع دون تحقيق؟ هل حسين سالم صديق مبارك المقرب اللي كان يعني أقول إيه؟ كملوا أنتوا. تمام؟ والذي كان بيقولوا لي عارفينها بالظبط. والذي كان صندوق الأسود لثرواته ولأسراره ولبزنسه طول هذه الفترة وعنده وثيقة سفر إسرائيلية. هل هذه معلومة يصح أن تمر عند نشرها في صحيفة روزا اليوسف دون تحقيق؟ على الأقل نعرف هل هم بجد حقيقيين. طيب، هذا الرجل مبارك الذي اخترق الأمن القومي المصري وقزم مصر وباع الغاز المصري برخص التراب وفعل لإسرائيل ما لم تكن تحلم به، وارجعوا إلى الشهرين، ارجعوا إلى مجلة مختارات إسرائيلية اللي بتصدرها مؤسسة الأهرام وشوفوا تغطيات الصحافة الإسرائيلية للثورة المصرية، ودي مجلة تصدر عن مؤسسة الأهرام، وشوفوا حالة الحزن على رحيل مبارك وما قدمه مبارك لإسرائيل. أليس بينما هذا الرجل بقى اللي عمل ده احنا قبضنا على الجاسوس، شيء جميل رائع. طيب، الراجل اللي حقق لإسرائيل أكبر اختراق للأمن القومي المصري يجلس معززا مكرما في شرم الشيخ، مش قادرين حتى نحبسه. أكله بتاع المستشفى تأكله الحراسة بينما يأتيه الأكل من بره، وعايش زي الفل ويعني 100 فل و14، ويسمح لمحاميه أن يقول بيانات عن صحته تناقضها تقارير وزارة الصحة. طيب، إذا كنتم حريصين على الأمن القومي المصري أليس ضروريا أن نفتح تحقيقا عاجلا مع حسني مبارك عما قدمه لإسرائيل على المستوى الغاز، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على مستوى ضرب القضية الفلسطينية، على مستوى تأخير المصالحة الفلسطينية، وهلم جرا وهلم انهزاما وهلم انبطاحا وهلم تطبيعا وهلم إذلالا لمصر وتقزيما لدرها؟ أنا بأطالب المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة العامة بتوضيح الفقرة الملغومة التي جاءت في بيانه، وأتمنى أن تكون قد صيغت خطأ، وأدعوه إلى أن يراجع هذه الفقرة اللي بتقول: قال لك كما كان يحاول جمع المعلومات والبيانات ورصد على الجاسوس ورصد أحداث ثورة 25 يناير والتواجد في أماكن التظاهرات. كل ده طبيعي لأي جاسوس يعني أن يتواجد في أماكن التظاهرات، يعني مش هيتواجد في أماكن ترفيهية. قال لك بقى بص الفقرة: وتحريض المتظاهرين على القيام بأعمال شغب تمس النظام العام والوقيعة بين الجيش والشعب بغرض نشر الفوضى بين جميع المواطنين والعودة لحالة الانفلات الأمني. أنا بدعو المستشار عادل السعيد أن يراجع صياغة هذه الفقرة ويدعمها بمعلومات موثقة، وإلا فأنا أدعو كل المحامين الذين شاركوا في هذه الثورة إلى تقديم شكوى رسمية في المستشار عادل السعيد بتهمة ترديد عبارات تهين الشعب المصري وتتطاول عليه. هل الشعب المصري غبي لكي ينساق وراء رجل جاسوس يحرضه على القيام بأعمال زي ما وصفت أنها شغب تمس النظام العام؟ هل الثورة هي أعمال شغب تمس النظام العام؟ طيب، البيان ما قالناش إمتى بالظبط شارك. لو بتتكلموا وسايبين الفقرة عمومية
يبقى وصف الثورة بأنها أعمال شغب تمس النظام العام وصف ينبغي مراجعته أو الاعتذار عنه أو إصلاحه. وإذا كان القصد أعمال شغب تمس النظام العام بعد الثورة فكان ينبغي أن يقال ذلك لكي لا تترك الفرصة لكلاب السكك إنها تقول إن الثورة قامت بفعل تحريض إسرائيلي، وحتى شوفوا زي ما اتقال في عشرات المواقع وعشرات الأماكن. يبقى الغلطة على اللي صاغ، ولذلك ندعوه للإصلاح وللتوضيح. نيجي لنقطة تانية. اللواء سامح سيف اليزل مع خالص التقدير ليه، واللواء حسام سويلم مع خالص الاستغراب لأنه ترك يتطاول على الثورة وعلى شباب الثورة في مداخلة تليفونية مع الأستاذ يسري فودة تطلبت أن يدخل أحد قادة القوات المسلحة ليقول أن هذا رأيه الشخصي دون أن يراجعه أحد أو يطلب منه أحد الاعتذار. الاثنين كانوا موجودين امبارح على قناة دريم مع الأستاذة منى الشاذلي في برنامج 10 مساء، وكانوا بيكلموا بمنتهى السعادة والفخر بالقبض على الجاسوس. وأظن ده شيء يدعو للفخر من أي مصري، لابد أن يكون فخورا بالقبض على هذا الجاسوس. وأرجع أقول أن أنا كتبت كثيرا عن دور إسرائيل في إثارة الفتنة الطائفية، واتكلمنا في هذا الموضوع في هذا البرنامج وغيره. لكن قالوا معلومة قالها اللواء سامح سيف اليزل، إنه الجاسوس الإسرائيلي بيتكلم بلهجة شامية. طيب اديني عقلك بالعقل من غير التدخل في موضوع النيابة، طالما هم اتكلموا فيه وطالما لم يصدر حظر نشر وأتيح لهما أن يتحدثا فيه، فينبغي أن نسأل: هل الشعب المصري من البلاهة والسذاجة بحيث أنه يستجيب لواحد يحرضه على الجيش وهو بيتكلم بلهجة شامية طبقا لكلام اللواء سامح سيف اليزل واللواء حسام سويلم؟ يعني إيه؟ يعني أنا كمواطنين قاعدين في التحرير بيلاقوا واحد بيكلمهم باللهجة الشامية وبيقول لهم عم إلكن إن شاء الله هيدا الجيش لازم يعني أنا كراجل مواطن أبله، كراجل مواطن منساق واقف في التحرير بتظاهر، فلاقي واحد بيكلمني شامي بلهجة إلياس مؤدب بتاعت أفلام إسماعيل ياسين، وبيقول لي شو هيدا يا زلمة الجيش لازم نوقع بين. يعني إيه المنطق في ده؟ أنا إزاي أصدق إنه واحد راجل جاسوس في إسرائيل بيتكلم بلهجة شامية طبقا لكلام اللواء سامح سيف اليزل؟ إيه علاقة هذا الموضوع بما نشر في صحيفة روزا اليوسف في الأحد 29 مايو واللي نشرت صفحة كاملة على حلقتين أهي: كيدون أخطر فرق الموساد تبث الفتن بين المصريين، بدأوا التدريب على النماذج المجسمة والتقوا مع نتنياهو مما يؤكد قرب تنفيذ عملياتهم في مصر. كلام جميل. وناشر الزميل الأستاذ توحيد مجدي يعني مجموعة تفاصيل مهمة جدا وتدريب على عمليات اغتيال. شوفوا بقى النقطة المنطقية، كاتبين اهو بعنوان بالبنط الحياني: التحدث بالعامية المصرية شرط الالتحاق بالفرقة بعد دراسة الإسلام. ده شيء منطقي، إنه جاسوس هيروح بلد عشان ينفذ عمليات فلا بد أن يتحدث لهجة أهل البلد، خصوصا أن هناك إسرائيليين من أصل مصري كثيرين وهناك يهود من أصل مصري كثيرين. طيب اشمعنى ده الراجل اللي بعتوه؟ هل كان في مشكلة في الميزانية في الوقت ده عشان يبعتوا واحد بيتكلم لهجة شامية؟ ده مجرد سؤال. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، قال في تصريحات نشرتها الصحافة الأجنبية إن ابنه بيتحدث عدة لهجات منها اللهجة المغربية، ولا مصدر قال إنه بيتكلم لهجة مصرية، وعشان كده قرر إنه يحرض المصريين طبقا لبيان النيابة العامة إما بالشامي أو بالمغربي. في مصدر رأي قال لصحيفة البديل الإلكترونية التي انفردت بهذا التصريح إن الجاسوس بدأ عمله بعد تنحي مبارك، يعني بعد ما سقط مبارك هنا بقى الإسرائيليين قرروا هوب الحق شوف اللي بيحصل في البلد، فبعثوا هذا الجاسوس. السؤال: ليه هذا المقطع بالتحديد ما تقالش في بيان النيابة العامة لكي يترك الأمر للعوعوات والهوهوات ومحاولة تشويه شيء من أنبل ما قام به المصريون في تاريخهم؟ ليه؟ إيه المصلحة؟ نحن نرجو ونأمل ونفترض حسن النية أن يتم إصلاح ده. أول معلومة لازم تتقال فكرة متى بدأ الجاسوس عمله، ولماذا ترك طول هذا الوقت إذا كان تحت المتابعة. لو بدأ عمله من بعد رحيل حسني مبارك تفرق كتير عن ما يبدأ عمله، خصوصا أن روزا اليوسف
كانت قالت في نفس الصفحة إنه إنه هناك، والكلام ده اتنشر من فترة في روزا اليوسف يعني في أواخر مايو، إنه هناك جواسيس